السلام عليكم الخوت، كنتمنىكم تكونوا كاملين مزيان. البطوله المغربيه والجمهور المغربي في انتظار قمه كبيره بين الوداد وجيش الملكي. فداك الشيء علاش جيت في هذا الفيديو انا نعطيك اهم الارقام اللي خاصك تعرفها انت كمشجع ديال الوداد ولا مشجع ديال الجيش. ولا عجبك هذا الفيديو ما تنساش لنا واحد لايك، ولا كنتي اول مره كتشوفنا هبط لتحت دير واحد سبسكرايب. خليني غنقول لكم في المغرب الا قلتي كلمه الكلاسيكو الاغلبيه ديال الجمهور غيطبقها على المباراه ديال الوداد والجيش الملكي. هاد جوج الفرق اللي كتعتبروا اكثر الفرق المغربيه نجاحا في المغرب، لا من الفوز بالدوري المغربي ولا بكاس العرش. هاد القمه اللي كانت انطلقت اول مره في عام 1958 في المباراه اللي جمعت الفريقين في ثمن نهائي كاس العرش، واللي كان فاز فيها الجيش الملكي ب1-0. فلاش شفنا تاريخ المواجهات بين الوداد والجيش فتلاقاو في 136 مباراه تاريخيه. الوداد اللي كان ربح في 44 مباراه والجيش اللي كان ربح في 29 مباراه. فاكبر نتيجه كانت في الكلاسيكو كانت لصالح نادي الوداد البيضاوي في موسم 2016 اللي كان فاز فيها الوداد بنتيجه ديال 5-0. فدابا نساو الارقام والتاريخ وعطيونا المباراه. اول حاجه غنبداو بها هي غنشوفوا امتى غيتلعب هذا الماتش. المباراه غتلعب نهار 3 مع 4 في الملعب البلدي بقنيطره. فلاش شفنا الترتيب ديال البطوله في هذا الوقت اللي كنصور فيه دابا، الجيش الملكي في المرتبه الثانيه ب 17 نقطه من 9 المباريات، اما الوداد البيضاوي فهو في المركز الثامن برصيد 13 نقطه، ولكن لاعب غير 6 ديال المباريات، والحظوظ ديالو كبيره الا فاز في ديك المباريات المؤجله اللي عنده غيولي في الصداره ديال الدوري المغربي. لاش شفنا الجيش الملكي فالتركيز ديالو في هذا الموسم غير على البطوله وكاس العرش، خاصه بعد الاقصاء ديالو من دوري ابطال افريقيا، عكس فريق نادي الوداد البيضاوي اللي كيمر حاليا من فتره صعيبه بعد الخساره ديال النهائي امام سان داونز، وكذلك الخساره المفاجئه في المباراه الاولى من دوري ابطال افريقيا امام غوانين جالاكسي. الفرق بجوج عندهم هدف واحد، الوداد خاصو يربح باش يصالح الجمهور ديالو قبل التنقل ديالو الصعب للعاصمه الايفواريه ابيجان لملاقاه اسيك ميموزا في الجوله الثانيه من دوري ابطال افريقيا. وكذلك الجيش الملكي اللي قادم من الخساره في المباراه الماضيه امام اولمبيك اسفي، ولازم عليه انه يخرج بنتيجه ايجابيه لا بغى انه يبقى في الصداره ديال الدوري المغربي. فكاملين كنذكروا الصراع القوي اللي كان بين الجيش الملكي والوداد البيضاوي في الموسم الماضي من اجل الفوز بالدوري المغربي. هذا الصراع اللي كنحسمو الجيش الملكي في الدقائق الاخر ديالو من المباراه ديالو اللي كانت امام اتحاد طنجه. فلاش شفنا اخر 5 ديال المباريات بين الفريقين لقاو تفوق واضح للوداد البيضاوي اللي فاز في 3 ديال المباريات، والجيش كان فاز غير في ماتش واحد وسالت مباراه وحده في التعادل ما بيناتهم. التشكيله اللي من المتوقع انه يبدا بها الجيش الملكي هذا الكلاسيك: في الحراسه غيكون بن عبيد، في الدفاع غنلقاو كل من بوخيز، ايمانويل ايمانيتشيموي، اومارو والصوابي. في وسط الميدان غنلقاو كل من الكابيتانو ربيع حريمات والعابي الناجي وعبد الفتاح حداف. اما في الهجوم غنلقاو كل من الامين زحزوح، احمد حمودان واسماعيل اغورو. عكس فريق نادي الوداد البيضاوي اللي من المنتظر ان التشكيل ديالو تشهد بزاف ديال التغييرات، حيت اللعابه خاصهم يرتاحوا ويوجدوا المباراه المهمه اللي عنده في نهايه الاسبوع امام اسيك ميموزا. فالتشكيل اللي متوقع انه يدخل به الوداد البيضاوي: في الحراسه غيكون المطيع، في الدفاع غنلقاو كل من العملود، عطيه الله، ابو الفتح وزولا. في الوسط ديال الميدان غنلقاو كل من جبران، ساغات وحمد الهوني. اما في الهجوم غنلقاو كل من النجم، بوها وسامبو. هذه واحده من المباريات اللي من الصعب انك تكهن بالفريق اللي غيربح فيها. فداك الشيء علاش هبط لتحت كتب لنا شكون اللي في نظرك غيربح في الكلاسيكو ديال البطوله المغربيه. كان معكم حمزه الاطراش، كنتمنى يعجبكم الفيديو. قال لي غنقول لكم